نعم يا أخي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم ولفضيلة الشيخ الكبير يوسف القرضاوي. شكرا يا أخي محمود. جزاكم الله يا أخي أولا خير الجزاء على البرنامج الذي لا يقدر بثمن. شكرا يا أخي. السؤال إلى فضيلة الشيخ. نعم. شيخنا الجليل، تفضل. كثيرا ما يعرض كلمة الوهابيين والأحباش ويحصل تصادم عنيف بين الاثنين، والأحباش يكفرون الوهابيين، وأنا ليس لدي العلم الصحيح حول هاتين الكلمتين، ولا أريد أن أعطي من يصلي خلفي معلومات خاطئة، فلو تتكرم علينا. أنت تؤم الناس يا أخي محمود؟ نعم. هل تصلي بالناس؟ نعم. نعم. في مسجد للمسلمين الأتراك، يعني أخطب بهم في التركية وفي العربية وفي الألماني أيضا. نعم. فأنت تريد أرجو لو يتكرم. نعم. تفضل. أرجو لو يتكرم فضيلة الشيخ الذي أكن له كل احترام على حظوه الذي يهتم بأمور المسلمين ويتفاعل معهم جيدا، ويا ليت يفعل ذلك بقية علماء المسلمين، وجزاكم الله جميعا ألف خير. شكرا يا أخي محمود. لكم. شكرا لك. الأخ عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا دكتور يوسف. أهلا يا الخير. سؤالي فضيلة الشيخ، حددت فصائل الأصولية إلى 4. نعم. اللي هم التكفير والعنف والظاهرية والوسطية. الرابع الوسطية، تيار الوسطية يا فضيلة الدكتور. نعم. على أي أساس تم اختيار الفصائل ال4؟ يعني هل على ماذا رجعت لها؟ طيب شكرا. أدلة في القرآن أو كذا. شكرا يا أخ عبد الله. فضيلة الدكتور الأول الأخ محمود نعوس من ألمانيا، وقضية الوهابيين والأحباش وقضية قضية طويلة، ولكن أقول فيها باختصار. نعم. يعني كلمة وهابيين هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي قام في جزيرة العرب، معروف دعوته، ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة، ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة، وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي، يعني الحقيقة الناس بيقولوا وهابية، ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، فمن كان يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا، كما نخالف بعض العلماء، وليس من الضروري إننا يعني أخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب، أو حتى كل القضايا التي ذكرها الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم. أنا من أشد المعجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام ابن القيم بصفة خاصة، ولكن أخالفهما في بعض الأشياء، إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. فلذلك أنا أعجب من جماعة الأحباش الذين تقوم دعوتهم على تكفير ابن تيمية وابن القيم وتكفير سيد قطب والعلماء المحدثين أيضا، الشيخ ابن عبد الوهاب، وتكفير سيد قطب، وتكفير كثير من العلماء. وهذا التكفير لا يعني يصل إليه عالم محقق. هل يمكن أن يدخلوا ضمن التكفير هذه؟ أنا كتبت رسالة اسمها ظاهرة الغلو في التكفير. نعم. ويعني دنت هذا التوجه، قلت إن ده توجه لا يقبله الإسلام. الإسلام يعني شحيح جدا في وصف المسلم بالكفر، انك تحكم على مسلم بأنه خرج من الإسلام ومرق منه، هذا يحتاج إلى أدلة قاطعة، لأن الأصل حمل حال الناس على الصلاح. والأصل حسن الظن بالمسلم. فأما إنك أنت تقول عن المسلم إنه كافر، معناه أنك أبحت دمه
وأبحت ماله وفرقت بينه وبين زوجته وأولاده وحكمت عليه بالإعدام المادي والأدبي من المجتمع المسلم، هذا أمر. فلذلك أنا أنكر على جماعة الأحباش هذا الأمر، وأرى أنهم يعني يغالون في كثير من الأمور، ولكني يعني لا نريد أن نضيع الحلقة في هذا الأمر. لعلنا نرجع إلى هذا في حلقة. فضيلة الدكتور لدينا مكالمات كثيرة وهاتف، لكن نود أن نأخذ قبلها وباختصار قضية إلى مرجعك في تفصيل أو الحديث عن المرجع الواقع. نتكلم عن الواقع، نتكلم عن الفصائل الموجودة في واقع الصحوة الإسلامية، مش هذا أمر لا يحتاج إلى كتاب ولا سنة. أنا بتكلم عن الفصائل الموجودة الآن. في فصيل بيكفر الناس مثل الأحباش، دول هم مكفرين، ومثل جماعة التكفير الذين ظهروا في مصر وكانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، يعني لا يقولون نحن جماعة من المسلمين، لا يقول نحن وحدنا جماعة وكل ما عدانا ليس من المسلمين. فهذا فصيل موجود، والعنف موجود، ورأينا آثار هذا العنف في الجزائر وفي مصر، وفي هذا الفصيل موجود، وفصيل التشدد والجمود موجود، ومالئ الساحة في كل مكان، وفصيل الاعتدال. فهذا مصدري مصدري هو الواقع، توصيف الواقع. فأنا أصف ما هو قائم بالفعل ومشاهده ونعايشه ليل نهار وصباحا. ممكن فضيلتك كل التفريعات الأخرى الموجودة تندرج تحت هذه الأربعة؟ نعم، ممكن يدخل في الفاصيل ده أكثر من جماعة، يمكن. يعني هذا هو مع الأخ